بعض النهاردة البطاطس المحمرة. بتكون بطريقة تخليها هشة من بره ومقرمشة جدا جدا وجميلة زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. اهي هنقطع البطاطس معانا شرايح اهي مستطيلة بالشكل ده اهو، وهنغسلها كويس وهننزل اي نشا فيها. نغسلها لغايه لما الميه بتاعتها تبقى صافيه ما فيهاش اي نشا خالص، الميه تبقى شفافه. وهنيجي بميه ساقعه من التلاجة اهي، ميه من التلاجة. لو عندكم تلج كمان ممكن تنزلوا بميه فيها قطع تلج اهو. مش هنسلقها ولا اي حاجه خالص، نزلنا اهو بميه متلجة لغايه اما الميه تغطي البطاطس بتاعتي. معانا كمان معلقتين كبار من الخل ومعانا ملح طبعا، معلقة صغيرة من الملح اهي. وهنحتاج كمان معلقة صغيرة من الكركم عشان هتخلي لونها اصفر زي اللي بنجيبها من بره اهي. معلقة صغيرة من الكركم، بس اللي حابب يضيف نكهات ممكن يضيف نكهات ويسيبها منقوعة فيها. يعني ممكن تضيفوا مثلا توم باودر، بابريكا. ممكن تضيفوا نكهات لو حابينها بنكهات اللي هي بتتباع، نكهات بتاعة البطاطس ممكن تحطوها دلوقتي وترشوا عليها رشة بعد ما تطلع من النار. وممكن تكتفوا زي كده بملح وكركم. هنسيبها بقى في محلول ده معايا ملح وكركم ومية متلجة وخل. هنسيبها حوالي نص ساعة وبعدين هنبدأ نحمرها معاكم وهوريكم ازاي هتبقى مقرمشة ويبقى لونها اصفر وجميل جدا. صفيت البطاطس بقى من المية خالص اللي انا كنت نقعاها فيها اهي، وهنزل بيها بقى في زيت. مش هستنى الزيت يسخن، دي تركاية برضو كده اهي. ننزل بالزيت بارد كده في البطاطس على طول تبقى مقرمشة ومتشربش زيت كتير اهو. ننزل بقى بكل البطاطس بتاعتنا على نار عالية طبعا. واسيبها بقى لغاية ما تتحمر خالص وطلعها بقى على مناديل ورق تصفي الزيت بتاعها كله وتاكلوها بألف هنا. هوريكم شكلها بعد ما تستوي. بس كده ادي البطاطس اهي بعد ما طلعت. طبعا حطيتها على مناديل ورق عشان تصفي الزيت بتاعه كله. شايفين مقرمشه؟ شايفين هشه من جوه ازاي؟ شايفين؟ جميله جدا. جربوها بالطريقه دي هتفرق معاكم جدا 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 في القرمشه. شايفين صوت القرمشه، وشايفين من جوه هشه ازاي زي اللي بنجيبها من بره. جربوها وقولوا رايكم. ما تنسوش لو مش مشتركين في القناه اشتركوا في قناتي. اشوفكم على خير يا حبايبي. باي باي.